انت متخيله ان ممكن صورك الخاصه تكون على جهاز اي حد وكمان تتباع بفلوس وانت ما تعرفيش؟ قبل الدخول في اي تفاصيل، لو الاسم اللي قدامك ده غالي عليك صلي عليه في التعليقات وتعالى احكي لك ايه الحكايه بالظبط. بلاغ وصل لوزاره الداخليه لواحد كان بيبتز البنات بصورهم الخاصه مقابل ان هم يدوا له فلوس. طيب الكلام ده حصل ازاي وجاب صورهم منين؟ اشهرهم ان حد يبعت لك تطبيق او انت تنزلي تطبيق مجهول الهويه، ومن خلالها بيقدر يخترق تليفونك، بمعنى صح بيهكره وبيبقى تليفونك كله عنده. الحاجه التانيه، وانت مثلا بتصيني التليفون بتاعك ممكن ما تكونيش ماسحه الداتا بتاعته كلها، او مش اخده كل الداتا اللي كانت عليه، او لو انت كنت بتبيع التليفون سبتيه زي ما هو وما مسحتيش كل الداتا اللي كانت عليه، فساعتها صورك الخاصه كلها بتبقى عليه. وفي اشباه رجال بتبيع الحاجات دي كمان، والصور دي بفلوس، وطبعا سعر كل صوره غير التانية. اكيد طبعا انتوا فاهمين انا اقصد ايه. طيب القصه دي نحلها ازاي وننهيها ازاي؟ اول حاجه، وانت بتصيني الجهاز لازم طبعا تمسحي كل الداتا اللي عليه، او على الاقل تاخدي كل الداتا اللي كانت عليه وتتاكدي ان هي فعلا اتاخدت. تاني حاجه، تتاكدي من اي تطبيقات انت بتنزلها على التليفون وتتاكدي هل التطبيق ده فعلا منتشر ولا تطبيق مجهول الهويه. تالت حاجه، لو انت هتبيع التليفون لازم تمسحي كل الداتا اللي عليه، ويفضل ان انت تملي مساحه الجهاز مره واتنين وتمسحيهم. وده مش كلامي، ده كلام خبراء اعلام رقمي. وبس، ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وتتابعني عشان يوصلك كل جديد، وربنا يحفظ بناتنا ويحفظ الناس كلها، اللهم امين.